انطلاقات تتواصل من أرضية ميدان التحديات والمنافسة والانطلاقات الحاضرة من ضمن الأصالة والتحدي والتراث. شوطنا الثاني الخاص للإبكار الذي يحمل ثالث أشواطنا بالتنافس في عالمنا الأصيل بعالم التحديات بعالم سباقات الإجن العربية الأصيلة من هذا الميدان بميدان شليب لسباقات الإجن العربية الأصيلة ضمن الدعم والتشجيع والاهتمام الكبير والدعم السخي من زاهر بن مخيت المهري. شكرا لابو حاكمه الذي ياتي بهذا الدعم السخي. ايضا كما نشكر هناك صاحب افضل توقيت الذي اتى بهذا الدعم السخي ايضا ناصر بن سالم بن دلهم الهاجري الضيف الذي اتى بدعم لصاحبة افضل توقيت. نسير مباشرة الى الصدارة الى الحدث الى المركز الاول من اعطت بدايتها الاولى. انطلقت انطلاقة الاقوياء الصراع والمنافسة ما شاء الله. هناك الشاهنية مبخوت بن احمد المهري بينما تاتي في ثاني المراكز التحرك الجميل ما شاء الله من ثاني المراكز. هناك قطت من زاوية توهي الشاهنية الحمدان بن محمد المهري وثالثا الجنوبية محمد بن فرج المهري ما شاء الله. اعود مباشرة الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول الى مقدمة الانطلاق. ينتظر واحدا من الابطال الذين يشاركون في هذا المسار ما شاء الله. الشاهنية على المقدمة والمركز الاول ولكن اختطفت الصدارة مياسة او الشاهنية ايضا ماركة اخرى من السلالة الشاهنية. ولكن شوف يا المصور وتابع من القادم قادم بن فرج مع الجنوبية. يا سلام يا سلام يا سلام الله 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 الله. وصل بن فرج وغير الصدارة على المركز الاول. اسم لامعا بعالم الانجازات في تاريخ التحديات ما شاء الله. النقطة الثانية تضاف هنا مع بن فرج. سلاما لك يا بن فرج سلام وسلام يا ميدان شليب على هذا الفوز بعاصمة الجنوب. تحية لبن فرج على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني وصلت ثاني المراكز الشاهنية مبخوت بن احمد المهري والمركز الثالث وصلت الشاهنية الحمدان بن محمد المهري والمركز الرابع وصلت في رابع المراكز الجمهورية الزاهر بن مخيت المهري. هكذا نتيجة التحديات حاضرة والمنافسة والتهنئة لمالك الجنوبية محمد بن فرج المهري على هذا الفوز المستحق. وكما يقول ضرغام سلام يا هالي شليب سلام على هذا الفوز المستحق.